مهما وصفتلك ومهما قلتلك على جمال وريحة وطعم كوباية السحلب اللي قدامك دي مش هتصدقيني. عاوزة اقولك النتيجة هتبهرك. مهما جبتي بودرة سحلب ومهما شربتي في احسن الكافيهات كوباية السحلب، عمرها ما هتيجي زي اللي هتعمليها في البيت بكل المكونات اللي هقولك عليها النهاردة. وعمر ما اي حد هيجي عندك البيت ويشربها ويصدق ان انت اللي عاملة البودرة. يلا بينا نخش على قناة بيتو واعرفك ازاي تعمليها. اهلا بيكم حبايبي في قناة بيتو تشانل، معاكم داليا. وهنعمل النهارده بودرة السحلب الرائعة اللي عمر ما حد يعني هيصدق ان انت اللي عاملاها في البيت. خليكي معايا في الوصفة وهكتب كل المكونات اثناء الفيديو، ما تشغليش بالك. معايا اول حاجة نص كوباية نشا. تمام، انا هشتغل النهارده بالكوبايه عشان اسهل لك الدنيا، وهقول لك ايه اللي ممكن تستغني عنه وايه اللي ممكن تزوديه. معايا نص كوبايه كمان كريم شانتيه خام بدون سكر، وعليهم نص كوبايه من السمسم المحمص، وعليهم لبن بودر، وعليهم باكت فانيلا، وكمان نص كوبايه من جوز الهند الناعم، وعليهم الدقيق الرز او الرز المطحون. هقول لك كل التفاصيل دلوقتي. وهحط كمان على كل المقدار ده حاجه مهمه جدا جدا. الكيس ده ب20 جنيه زي ما انت شايفاه، بتجيبيه من اي عطار، بتقولي له عاوزه بودره جوز الهند، بودره جوز الهند. الكيس ده انا هاخد منه على طرف المعلقه، يعني هاخد منه تقريبا نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره منه. المعلقه الصغيره هتاخدي نصها كمان، يعني الكيس ده هيكفيكي مده كبيره، وكمان هعمل لك بيه وصفات تانية. عاوزه اقول لكم مجرد ما حطيت الشويه الصغيرين دول، ريحه الخلطه كلها ضربت سحلب على طول. اخر حاجه حطيتها بقى هي اللبن، هي السكر البودر، وده انا طحناه في البيت. زي ما انتم شايفين قلبت كل المكونات وعمل لي كميه حلوه. هقوم احتفظ بيها في اي برطمان، اي علبه، زي ما انت عاوزه. تمام. هقولك بقى المكونات دي ايه اللي ممكن تزوديه فيها وايه اللي ممكن تلغيه خالص. مبدئيا المكونات دي انا اشتغلت كده بالكوبايه، ممكن حضرتك تشتغلي بالميزان، يعني ممكن تجيبي ربع او تمن كيلو من كل حاجه وتحطيهم على بعض، او تعملي من كل حاجه نص كوبايه او كوبايه زي ما انت عاوزه. المهم انا هنا معايا اللبن، معايا يعني في حدود 3 كوبايات لبن. انا هاخد بس منهم حوالي نص كوبايه كده على جنب. تمام. وهخلي الكميه اللي انا هشتغل فيها دي هحطها على البوتاجاز، اوصلها لمرحله الغليان. في النص كوبايه دي بقى هحط 3 معالق، على اساس ان انا هعمل 3 كوبايات، يعني كل كوبايه سحلب بتاخد معلقه واحده من البودر اللي احنا عملناه، معلقه واحده بس. اوكي. هقلب كل ده على البارد، طبعا اللبن ساقع او بارد، مش سخن، لان طبعا المكونات دي عشان تدوب، خصوصا ان فيها نشا، ما ينفعش تدوب في ايه، في سائل سخن. بعد ما دوبت كله كده هنروح على البوتاجاز، وادي المكونات اتكتبت قدامكم اهي. خدوها سكرين شوت او صوروها باي طريقه واحتفظوا بيها. تمام. هقول لك بقى ايه اللي ممكن نلغيه وايه اللي ممكن نخليه. ممكن نلغي السكر خالص وتحطيه على حسب الطلب، بس تحطيه في اللبن اللي احنا حاطينه على البوتاجاز هنا. تمام. او ممكن تحطي كميه وتعملي زياده في اللبن اللي على البوتاجاز، عشان لو حد بيحب سكر قليل او عاوزه تزودي. تمام. دلوقتي بعد ما اللبن بتاعي وصل للغليان كده، هبتدي انزل بالمقدار اللي انا عملت فيه البودره، وابتدي اقلب وهدي النار. طبعا انا مسرعه ومقطعه خالص من الفيديو، فبهدي كده واخلي النار على وسط، واقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. خلي القوام وسط، ما هوش تقيل قوي ولا خفيف قوي. تمام. ايه اللي ممكن تاني استغنى عنه؟ ممكن استغنى عن اللبن البودره، لان انا كده كده بعمله بلبن حليب. او تقللي كميه اللبن بودره، بدل ما تحطي نص كوبايه حطي معلقتين مثلا، وكده كده هيتعمل بلبن حليب. السمسم وجوز الهند ممكن، والكريم شانتيه ممكن تقللي او تضاعفي الكميه على حسب ما انت بتحبي. الاساسيات معايا ايه؟ الاساسيات معايا
اللي هي الرز المطحون او دقيق الرز، والبودره بتاعه جوز الهند اللي قلت لك عليها اللي كانت في الكيس دي اللي خدنا منها نص معلقه صغيره، دي من ضمن الاساسيات، والنشا طبعا. تمام. ممكن تحطي الفانيلا، ممكن ما تحطيش، طبعا انا ما حطيتش في البودره اي مكسرات عشان ما تاخدش رطوبه مع القفله او الركنه في البرطمان. اوكي. انا صبيت كده زي ما انتم شايفين، المعيار جميل جدا والقوام حلو قوي وسط، ولما بيبرد بيتقل سيكه كمان عن كده. هبتدي بقى احط المكسرات بتاعه التقديم بعد ما صبيت في الكوبايات، يبقى بالطلب. اوكي. اهم حاجه بقى دي الرز اللي قلت لك عليه من الحاجات الاساسيه. لو انت مش هتجيبيه من بره وعاوزه تعمليه زيي انا طحناه في البيت، بتجيبي نص كوبايه من الرز من غير ما تبليه ولا تغسليه خالص، وتقومي طحناه في المطحنه بتاعه الخلاط، بس تشغلي وتطفي عشان ما تبوظي المطحنه عندك. اوكي. لحد ما ينعم خالص، وبعد كده تنخليه. ممكن تحطي اي نوع مكسرات. انا معايا هنا جوز الهند ده اللي هو بيسموه ضوافر، او جوز الهند اللي هو مبشور شرايح ده، ممكن نحط منه على الوش. طبعا الحاجات دي كلها اختيارية يعني. ممكن نحط شوية زبيب، ممكن نحط اي نوع مكسرات بقى. انا هنا حطيت سوداني عشان برضو ما كلفش الوصفة، لكن ممكن تحطي فستق، لوز، عين جمل، اللي انت عاوزاه. تمام. التزيين ده بتاعك انت. ممكن من غير تزيين خالص. السحلب بتاعنا زي ما انتم شايفين، البودر اللي احنا عملناه عمل برطمان حلو قوي تقريبا. يعني العلبه اللي انا كنت بصب فيها دي حوالي كيلو الا ربع. طعمه عاوزه اقول لكم رائع. هندوق كده مع بعض واقول لكم برضو. طبعا هو سخن مولع، من الحاجات اللي بتبقى بتبرد بصعوبه، فعشان كده هو مناسب قوي في الجو اللي احنا فيه ده. ادوق بقى كده. عاوزه اقول لكم طعمه بجد فظيع فظيع. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى تدعموني بلايك وشير.